السلام عليكم. تعالوا النهارده اكلمكم عن لعنه السيلز تارجت. ليه هي لعنه؟ لان انت لو حطيتها اعلى من الصح بتاعها هتبقى بتصعبها على التيم، ومش هيحققوا ولا الشركه ولا التيم التارجت ده، وبل بالعكس هيقلوا كتير جدا عنه. ولو حطيته اقل من المفروض يبقى مظبوط عليه هتبقى بتخسر فرص كبيره في السوق. طب ازاي نحط السيلز تارجت؟ هل نجيب مبيعات السنه اللي فاتت ونحط نمو 10 20%؟ مين قال ان التارجت السنه اللي فاتت كان مظبوط؟ هل ان احنا نشوف احنا عندنا كام واحد سيلز ريب ونحط قدره البيع بتاعتهم ونضربها في العدد؟ مين قال ان انت ما عندكش موارد تعين سيلز ريب اكتر؟ كل دي تجارب خاطئه بتساعدك ما تحطش افضل سيلز تارجت وتساعد التيم ان هو يحققه. تعالى هقول لك طريقه بسيطه معتمده على الماركتنج في الاول تخليك تحط سيلز تارجت قوي ومظبوط وقابل للتحقيق. في الماركتنج في دراسه السوق في حاجه اسمها التام والسام والسم، ولو احنا شركات بي تو بي هنضيف كمان حاجه رابعه اسمها البام. التام دي التوتال ادريسبل ماركت، السام دي السيرفيسبل ادريسبل ماركت، السم دي السيرفيسبل اوبتينبل ماركت، والبام دي البريوريتايزد اكونتس ماركت. ببساطه انت بتدرس كل الاسواق المتاحه ان انت تقدر تبيع بيها، ودي التام. بعد كده السام بتبدا تشوف مين فيهم اللي عنده احتياج بالظبط للخدمه اللي انت بتقدمها، ودي السام. السم دي بتقول انا الموارد اللي عندي من راس مال وخبرات ومعلومات وقدره على مدار السنه تخدم عدد شركات، ودي بتبقى الحصه السوقيه اللي انت تقدر تخدمها. فهنفترض ان السوق كله في العالم فيه 1000 شركه، اللي عندهم احتياج للخدمات اللي انت بتقدمها 100 شركه، قدرتك على الانتاج والتسليم تقدر تخدم 10 شركات، فانت كده بتارجت 10% من ال 100 شركه، ودي التارجت ماركت شير، ودي اللي لازم تبقى التارجت سيلز بتاعتك. طيب ال 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 انهي 10% من ال 100؟ يعني احنا قلنا السوق فيه 100 شركه واحنا هنختار 10 شركات بس، هل نختار اي 10 شركات؟ لا. هنا بقى جه مفهوم البام او البريوريتايزد اكونت ماركت. لما بتعمل توصيف دقيق للشريحه اللي انت عايز تختارها من حجم، من تكنولوجيا بيستخدموها، من قطاعات، من قدره على التواصل، من حجم استثمارات، من حجم مبيعات، من بتقدر تختار انسب 10% كلهم اللي متاحين عشان تشتغل عليهم، وبالتالي لما بتختارهم البيعه بتبقى اسهل وربحيتها بتبقى اعلى. دي الطريقه اللي بنحط بيها السيلز تارجت، وبندي توصيف ونوفره للسيلز تيم عشان يشتغل عليه فيحقق فعلا التارجت بتاع السيلز. ركز ان الموضوع مش همجي، وبيتعمل بطريقه ومنهجيه واضحه. السلام عليكم.